اسمع. قال عمر لعلي: يا علي، زوجني ام كلثوم بنتك. متفقين، اوكي، بزوجك اياها. والله اني ارصد من كرامتها ما لا يرصده احدا. قال: انا ابعثها اليك، ان رضيتها زوجناك اياها، لكني الا اني معتل بصغرها. لما رحت دورت لقيت 11 سنه البنت. والرجل طاعن بالسن. قديش عمره؟ عمر بن الخطاب. بس ركز الكارثه اللي جاي. ركز انت، ام كلثوم ب 11 سنه شو سوت؟ انت شوف الكارثه. هذا لازم تسجله، هذا الحديث عندك. اسمع، شوف شو ردت. طعن بالسن بنهايه الخمسينات، رجل كبير ملتحي. بعث له اياها الامام علي، فوصلت ووضع يده على ساقها فكشفها. رجل طاعن بالسن شاف بنت صغيره عمرها 11 سنه على التنوره او على الدشداشه وطلع بين رجليها. فقالت: أتفعل هذا بي؟ انتفضت بنت الأصول. أنا مش جسد، استنى، فاهم غلط أنت. ألو، لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. ثم مضت إلى أبيها فقالت: يا أبتاه، إنك قد بعثتني إلى شيخ سوء. مين اللي بقول؟ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الصفحة 501، المجلد رقم 3. البنت الصغيرة تهجمت على أكبر راس وقالت له: ابعد لألطمك بوجهك وأكسر لك أنفك، بس الحق مش عليك. وطلعت. شرف، اتجسد معاني الشرف بطفلة صغيرة عمرها 11 سنة ضد أكبر راس. أكبر راس عم بصور لي الإمام الذهبي على أنه مريض نفسيا. أنت بتعرف أنا وأنت إذا شفنا هاي الحادثة، رجل طعن بالسن 59 سنة ماسك طفلة عمرها 11 سنة وعم بكشف، أنا وأنت بنشمئز وبنروح نضربه، مش بإيدينا. أنت واحد من الناس راح تروح تضربه احتمال، واحتمال شو تجيب أهلها أو تتصل على الشرطة. ما بزبط. ما راح تتعامل مع هاي الواقعة لأنه عادي. بس ام كلثوم عجبتني. لك عمي، هذا إذا صدقت الرواية أصلا. أنا هاي الرواية مش شايلها بكندرتي، أجلك الله، مش شايل هذا الكتاب كله. هسه احنا بنناقش للذهبي، بنقول له: أوكي يا ذهبي، طلعت لي البنت صغيرة بنت أصل وشرف، وطلعت لي عمر بن الخطاب مريض نفسيا، وهددته إنه تكسر أنفه، وقالت أنت شيخ سوء. بنت صغيرة. قد يقول قائل: طب شو نوع الرواية؟ الرواية تم تضعيفها، مش مكذوبة. تضعيف، ممكن صارت ممكن لا. أنا بغض النظر عن السند، إذا كانت صحيحة، حسن، ضعيف، أنت ليش حاططها؟ أنت للأمانة العلمية، أنو أمانة، أنت بتنقل لي إنه بنت صغيرة دعوست على راس كبير طلع شيخ سوء مريض نفسيا، أنت معتوم. بس أنا ضعيفة، قلت لك شو ضعيفة يعني ممكن صارت ممكن لا، مش مكذوبة. أنت على مين؟ ما هو لو مكذوبة كان قلت لي لتحت. أنتم معلمين يا أخ ليش بتنقل هذا الكلام؟ الله لا يوفقك. فقه، فرحان بحاله الأهبل. فقه. اسمع، يقول الإمام الكاساني الحنفي، هذا حنفي هذا رحمه الله: إذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت، ثم جاء زوجها الأول، لحظة واحدة جوزها فقيد ما بنعرفش أمه وين راح، ورا فترة من السنين تزوجت، خلاص هذا ظهر الزوج الأول على حظي يما، فهي امرأته. نعم، الأول. طيب، لأنها كانت منكوحته، شوف اللفظ. طيب، ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة، فبقيت على النكاح السابق، ولكن لكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني. والأصل تبع هذا الكتاب اللي هو بدائع الصنائع، تلقاه هناك في 215 المجلد الثالث. أما الشافعية
فيقول الخطيب الشربيني رحمه الله: إذا بان حيا بعد أن نكحت فالزوج باقي على زوجيته الأول لكن لا يضاءها حتى تعتد من الثاني. هذا مغنى المحتاج صفحة 99 المجلد الخامس. ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: إن كان عودة الأول بعد دخول الثاني ففيها خيارين. أنا عندي شو خياراتك؟ تفضل. بين أخذها منه فتكون امراته بالعقد الأول وحتى لو لم يطلق نصا، وإذا رفضت تعتبر ناشز وتؤخذ عن طريق حكم بيت الطاعة لأن نكاحه كان باطلا بالأساس، ويطأ الأول بعد عدة الثاني، أو إنه تتفاهموا بس المهم لازم ترجع بالتراضي ولا مش بالتراضي ب100 كندرة. هذا طبعا هذا من كشاف القناع صفحة 422 المجلد الخامس. هذا فقه، هذا الفقه عندي أنا. بدي يحل مسألة اجتماعية دخل فيها لوص الدنيا. الإجرام تبع ابن تيمية على السريع بالفقه تبعه ناخذه على السريع نكفكفه وهيك احنا كفكفناه. ابن تيمية مجموع الفتاوى صفحة 36 المجلد 22: إن سأل الرجل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لانشغالهم في زرع أو حرث أو ما شابه، فقال لا يجوز أحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر هذا إلى ذاك، ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة يجب قتله. 1. 2. صفحة اللي بيأخر الصلاة عن شغلة غصب عنك، صارت شغل كذا أي شيء، أنت تنقتل تستتاب. صفحة 233 الجزء 22: الرجل انسأل عن النية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر، الجهر بالنية أثناء الصلاة قبل الصلاة، فأجاب: الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه. يا حبيبي بهاش مزحة هاي. 610 جزء 11 باب الفتاوى مجموع الفتاوى ابن تيمية: سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه، ما بعرف الرجل ولا صلاته، وهذا الرجل عن بوك الحياية وأفاعي، فأجاب: الحمد لله، أكل الخبائث وأكل الحياة والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا 610 الجزء 11 باب الفتاوى. دينك هذا اللي جايين فيه ابن تيمية، إذا أنا بختلف معاه شو بصير فيه؟ المجلد 22 باب الفتاوى قدس الله روحه 235 فقال: هذا اللي قدامي هو بيحكي: هذا دين الله الذي بعث به رسله، ويجب على كل مسلم أن يفعل هذا، أنه اللي فيه هو، ومن ادعى أن ذلك ليس من دين الله وأنه غير واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول، فإن أصر على غير ذلك قتل. أنت بتختلف مع الكتاب هذا تبعتك بتنقتل. الجزء 23 صفحة 223 باب الفتاوى: يا ابن تيمية، تارك صلاة الجماعة والجمعة شو نسوي له؟ اللي ما جاي على الجامع وما اجى على الجمعة، فإن التعبد هو بجيب، فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا، يعني مثلا مرتك ايش قاعد مع الأولاد كفر، يجب أن يستتاب صاحبه منه، فإن